السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى أخوات وأحلى متابعين في الدنيا كلها. ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ بحب أرحب بكل أخ وأخت اشتركوا في قناتي ونوروني وكبروا عيلتي الجميلة اللي ما كبرتش غير بيكوا وباشتراكاتكم عندي وتعليقكم الجميل واللايك. ربنا يخليكم يا حبايب قلبي وبالتوفيق لينا كلنا يا رب. يلا يا حبايب قلبي نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. بما إننا يا حبايب قلبي في العشرة الأخيرة من شهر رمضان الكريم، اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمنا فيه بليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. فيا حبايب قلبي، نكتر من الأدعية فيها، لأن الدعاء والاستغفار والذكر دول أهم حاجة يا حبايب قلبي. وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا جميعا صلاتنا وقيامنا وحبايب قلبي، أنا عايزة أقول لكم على حاجة: إن الصدقة في شهر رمضان في العشر أيام الأخيرة غير الزكاة. يعني الزكاة دي لوحدها لأنها دي فرض علينا، إنما الصدقة يا حبايب قلبي زي ما احنا عارفين وكلنا عارفين طبعا الكلام ده، بس احنا ايه، بنذكر بعضينا. الصلاة فيها يا حبايب قلبي لو صليتي فيها ركعتين كأنك صليتي 84 سنة، ولو تصدقتي برضو نفس الحكاية كأنك تصدقتي 84 سنة. فيا حبايب قلبي يلا يا حبايب قلبي ندعي ونتمنى، كل واحد عنده أمنية نفسه ربنا يحققها له ويدعيها في الأيام الجميلة دي. هي كل أيام ربنا جميلة، والتلت الأخير من الليل ويوم الجمعة، وأبواب السماء كلها مفتحة يا حبايب قلبي لينا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: هل من داعي أستجيب له؟ فيا حبايب قلبي أبواب السماء مفتوحة لينا دايما، بس العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان اللي فيها ليلة القدر، طبعا زي ما احنا بنقول كده ربنا يوعدنا بليلة القدر، واللي بتشوفه مثلا ربنا كرمه نقول ده أمه داعياله في ليلة القدر. ولذلك يا حبايبي بحب ايه ان احنا ندعي يا حبايب قلبي كلنا في الايام الجميله دي وربنا يتقبل مننا. يلا يا حبايب قلبي نقول: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم ضعفنا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ورضاك والجنه. اللهم أصلح قلوبنا واهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم فرج همومنا واقض حوائجنا وبارك لنا في أهلنا وأولادنا. يا حبايب قلبي كل دعاء انتوا بتدعوه والله العظيم ما تقولوش مثلا ايه احنا بندعي وربنا ما استجابش لينا، لا. ربنا سبحانه وتعالى يا حبايب قلبي بيقول: انا بحب العبد اللحوح. العبد يعني شوفي انت ابنك او بنتك لما بيطلب منك شيء ويتنوا يلح عليكي انت بتروحي منفذاهوله. فربنا سبحانه وتعالى يا حبايب قلبي يعني بيستجيب لينا. عليكي بالإلحاح في الدعاء، مش تقولي يا رب نجحني، يا ربي مثلا أنا نفسي في الشيء ده، يا ربي اصلح حال ابني وخلاص على كده. لا، لحي في الدعاء. ويا سلام بقى لو انت ساجدة ما بين ايدين ربنا كده سبحانه وتعالى، وانت ساجدة كده وتقولي يا رب بقلب كده صافي وبقلبي والله خاشع، لربنا يتقبل منك. والله ربنا ده كبير قوي وحنين قوي. بس للأسف احنا ساعات بيجيلنا وقت كده بنزهق فيه كلنا، يعني احنا مش من أولياء الله الصالحين. يعني بيجيلنا وقت ساعات بيجيلنا صدى ان احنا مثلا ان انا اصلي بتبقى الصلاة دي تقيلة عليا. يعني انا بصليها بس مش عارفة بتبقى تيجي ساعات كده. فيا رب قولي اللهم اهدنا، يا رب يا رب قربني إليك يا رب. قولي يا رب بقلب صافي كده وقوليها يا رب من قلبك من جوه كده هتحسي براحة. وافضلي قولي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. ربنا مفيش أحن منه. والله ربنا قريب مننا جدا جدا جدا، بس احنا اللي بعاد. يا حبايبي قربوا من ربنا، اطلبوا منه، ما تشتكوش لحد، اشتكوا لربنا. يعني نشتكي للعبد ليه؟ اصل العبد هيعمل لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحل لك كل همومك وكل مشاكلك. يعني بدعاء، بالتقرب منه، بالإلحاح. وان انت يبقى الواحد يبقى وهو ساجد تذللي لربنا، توسلي إليه،
ده ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يا حبايب قلبي يتقبل مننا ويبلغنا جميعا يا حبايب قلبي ليلة القدر، ويكتب لنا فيها الخير والبركة. اللهم اكتب لنا فيها دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابا إلى الجنة لا يسد. اللهم اجعلنا فيها يا رب من المقبولين والمغفور لهم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. يا حبايب قلبي، أهم حاجة في العشر أيام الأخيرة دول الاستغفار والصلاة على النبي وقراءة القرآن والدعاء لأهلك ولأهل المسلمين جميعا. وربنا يا رب يرحم ماما وبابا ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا حبايب قلبي. وربنا يحقق أمانينا ويحقق يا رب كل واحد كده عنده أمنية في حياته نفسه يحققها، ربنا يحققها له. اللي نفسه يا حبايب قلبي في الذرية الصالحة يا رب، اللهم ارزقهم الذرية الصالحة. اللهم لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يا رب اهدي ولادنا واصلح أحوالهم يا رب. يا رب احفظ بناتنا وبنات المسلمين يا رب. يا رب احفظنا من الفتن واحفظنا من كل حاجة وحشة يا رب، اللهم امين. ربنا يرزقنا الصحة والسعادة والعافية والهنا وراحة البال يا حباب قلبي واخواتي وولادي وكل أمة المسلمين كلها وأحلى متابعين عندي وكل الدنيا كلها يا حبايب قلبي. ادعوا لنفسكم وادعوا لأولادكم وادعوا لكل حبايبكم يا حبايب قلبي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يلا يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في قناتي ينورني ويكبر عيلتي الجميلة. يلا الاشتراك وكومنت حلو منكم كده يا حبايب قلبي، واللايك اللي بيرفع الفيديو. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.